جل المنادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والأمة الإسلامية بخير يا رب. يا رب ارزق كل مشتاق يا رب بالذرية الصالحة، ويشفي كل مريض، ويعفي كل مبتلي، اللهم آمين، بحق الأيام المفترجة. بصوا النهاردة ان شاء الله جاية لكم بروتين حلو قوي، يعني ان شاء الله بإذن الله هيعجبكم ان شاء الله. بصوا انا بدأت معاكم من اول اليوم. اول ما صحيت قلت ايه احضر ايه فطار بس للاولاد كده، عشان ايه انتوا عارفين لما باجي اعمل ايه شغل البيت ببقى مطمنه ان هم يعني ايه فاطرين عقبال ما اعمل الغدا وكده. بصوا انا دي القرص اللي انا كنت عاملاها معاكم من كام يوم في الفيديو، وانا كان يعني كنت عامله كميه وكده. هو النص كيلو دي طلع لي كميه فبيفيد عندي. فحطيت كام قرصه كده مع في عيش كنت جايباه من الفرن، وقلت اعمل سندوتشات جبنه كده، وقطعت خيارتين وايه، وقلت نشرب شاي بلبن، ويعني مع سندوتش جبنه كده تصبيره لحد بس ما ايه ما اعمل الغدا. اعملي لي اشتراك فضلا وليس امرا، وفعلي لي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصوا انا هنا ايه صبيت الشاي بلبن، ولادي ما بيحبوش يشربوا لبن، بس يعني هم بيحبوا الشاي بلبن، فانا بعمل لهم زي هم ما عايزين عشان ياكلوا كده. بصوا خلاص احنا كده هنا فطرنا وايه، قمت بقى قلت ايه خلص اللي ورايا عشان النهارده يعني ايه كان يومي طويل جدا. بصوا كنت شلت الغسيل اللي على الحبل، كنت فرشة، كنت نشرة ملايات وكده، فانا قلت ايه هلمها. خلاص انا قربت المها معاكم اهو، وقلت ايه كان عندي غسيل تاني اهو. بصوا خلاص لميت اللي على الحبل، وايه بقول لك خلاص دستور اللايك بقى. يلا فين اللايك الجميل بتاعكم ودعوة حلوة من قلبكم. لو بتتابعيني من على الفيس اعملي متابعة، ولو من على اليوتيوب اعملي لي اشتراك فضلا وليس امرا طبعا لو عجبكم فيديوهاتي. بصوا انا هنا ايه بدأت ايه انشر. انا الشمس عندي يعني بتفضل داخله البلكونه طول النهار، فانا لازم لما باجي انشر بايه بشد الستاره كده، يعني بحطها في البلكونه من بره عشان اعرف ايه انشر. بس خلاص انا هنا ايه بدأت انشر، فانا بحاول اسرع لكم الفيديو على قد ما اقدر، لان النهارده يومي طويل قوي والله، ده كان يوم مرهق جدا بالنسبه لي. بس انا كده خلاص إيه يعني قربت اخلص نشر. النهارده ان شاء الله هعمل لكم حاجه حلوه قوي 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 هتتبسطوا بيها، جربوها وادعوا لي. والله العظيم انا عملتها اقسم بالله. بصوا ولادي كل يوم لازم يلا يا ماما طلعي لنا طبق وايه و... ونعمل. بصوا انا هنا خلاص بوريكم، بصوا الغسيل قد ايه كتير قوي. نشرت وخلصت وقلت ايه اوريهولكم بعد ما اتنشر. طبعا ايه دخلت بقى على المطبخ، خلاص انا كنت اصلا مروقه الشقه. انا هنا كده كنت ايه دخلت بقى المطبخ عشان خاطر ايه احضر بقى يلا الحاجات الغدا. فطبعا قلت ايه اغسل البوتاجاز الاول عشان خاطر ايه انتوا عارفين ان انا ما بعرفش اعمل اكل عليه، وانا ايه والبوتاجاز عندي مش نضيف. قلت اغسل البوتاجاز والعيون والحوامل. بصوا انا هنا خلاص بغسلها كويس. بصوا يا جماعه انا مش بحط حاجه في العيون بتاعه البوتاجاز، هو شويه صابون سائل بتاع المواعين وحته سلكه صغيره كده، وايه بغسلهم اول باول. خلاص اوديهم بقى هناك وهبدا ايه هغسل البوتاجاز. برضو برش عليه بس سنة الستر الصغيرة كده وايه وشوية صابون سائل وسلك. بصوا معلش هو السواد بس اللي في ارضية البوتاجاز دي، هو والله انا بغسله يوميا يعني. بس البوتاجاز دي كانت هي العين يعني بتطلع نار من تحت، فعملت لي السواد اللي في الاستانلس ده. حتى لما جبت حد بتاع الصيانة يصلحه قال لي لا ده هو الصدى، يعني السواد ده هيفضل في الاستانلس بتاعت البوتاجاز عشان هي كانت اصلا العين مولعة من تحت. بس الحمد لله يعني هو صلحها لي. بصوا دي فوطة بس ايه انا كنت غسلاها ومبلولة.
اهو بصوا هبدأ انشف البوتاجاز عشان بقى ايه نبتدي ايه شغل عليه. بس كان عندي شوية مواعين صغيرين قلت ايه لازم اغسلهم الاول عشان برضو المطبخ يبقى ايه يبقى نضيف معايا. اهو هبدأ ارص فيهم واحدة واحدة كده. صلوا على النبي يا جماعة عليه الصلاة والسلام. اللي يحب النبي يصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب الفيديو يعجبكم، دوسولي اللايك بقى. أو بصوا بقول لكم لايك وسبسكرايب اهو. بصوا هغسل بس شوية مواعين صغيرين كده معاكم وايه كده خلاص، يعني هيبقى يومي انت هبتدي بقى بالأكل. هتشوفوا النهاردة اعمل لكم حاجة حلوة أوي. يا رب تعجبكم، جربوها وادعولي. ما تنسيش تعملي اشتراك واللايك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت يا ريت اتمنى يعني اتمنى تشوفوا الفيديو لغاية الاخر، يعني شاهديه لغاية الاخر خلصي. ما تجريش الفيديو عشان كل دقيقة في الفيديو مش هتستفادي منها، يعني انا عاملة الفيديو ده بس عشان ايه تستفادي وتقومي تتشجعوا كده لو وراكوا حاجة، كل اللي وراها حاجة تقوم تعملها. يلا ما تقعدش. بصوا انا كده خلصت ايه، قلت ادعك الحوض اغسله وايه وهغسله وانشفه معاكم. خلاص انا كده ايه قربت اخلص. طبعا السلكه اللي انا بغسل بيها البوتاجاز اصلا بتترمي بعد ما بخلص، دي بس سفنجه للمواعين مخليها. بصوا هنا انا كنت إيه بعمل لكم المقدمه بتاعه الاكل، بشرح لكم انا هعمل ايه. بقول لكم انا جبت نص كيلو لحمه، يعني هو نص الا كمان، يعني هو ما كانش نص نص. و اوريها لكم هنا، بس برضو عليها حته ملبسه صغيره مفرومه معايا، وانا بصراحه مش بشتريها، يعني ده هو جوزي الله يبارك له ويديه الصحه يا رب هو اللي جايبها لي. بصوا ده بقى ايه، ده فول صويا. هو بقى هنا السر في الفول الصويا ده. الفول الصويا ده هو السر فيه، لازم تنقعيه كويس جدا، تنقعيه وتصفيه وتعصريه كمان. بصوا هنا بوريكم ايه، دي توابل 4 معالق من توابل السجق ومعلقه فلفل اسمر ومعلقه بسم الله الرحمن الرحيم لون طعام. بصوا هنا انا كنت بوريكم ايه، معلش بس المقطع اللي هو كنت بضرب الفول الصويا ده في الكبه، معلش هو ضاع مني، بس انا بوريكم هنا ايه نعومته ايه. انا عملته في الكبه. بصوا بوريكم الطبق خلاص هو مفيش لحمه، يعني انا فضيتها كلها في الطبق. بصوا يعني هفضل ايه هدوس عليها بايدي كويس، هعجنها كويس لازم. بصوا اهو هفضل اعجنها كويس، يعني هي بس عليها سنه ايه، سنه ليه. بصوا انا هنا حطيت الفول ايه، الفول الصويا اللي انا بلاه. الفول الصويا النص كيلو بقى حطيت عليه قد ايه، حطيت عليه 8 كيلو، يعني مثلا هو الربع ب20 انا جبت ب10. او بصوا وهنا ايه ربع كيلو فلفل احمر مطحون برضو في الكبه، بس معلش بقى ايه الكبه بتاعتي عطلت فرمته على يدي. بصوا اهو انا بوريهولكوا كويس. قعدت بقى ايه اعجن فيه. طبعا ايه التوابل بتاعتنا الملح ومعلقه فلفل اسمر وايه و4 معالق من توابل السجق اهو هوريها لكم. هفضل اعجن كويس. بصوا انا هنا مش هحط معاكم اللون ليه بقى، ده اختياري، انت عايزه تحطي اللون طعام براحتك، عايزه تعمليها كده ككفته اعمليها. بصوا انا هنا حطيت اللون، ما تقوليليش ايه لون احمر قوي، لا ده هو اصلا سجق، يعني دي خلطه سجق بلدي. بس بقى طبعا من غير بقى عنك ومن غير الحاجات دي، لا احنا هنعملها في صينيه، هنعمله في صينيه وندخله الفرن. طعمه زي السجق البلدي بالظبط، ما فرقش عنه حاجه، بس هو الهانك بس اللي هي الايه هانك السجق اللي بيتدخل فيه اللحم. هانك الصدق ده اللي ما يعرفوش اللي هو الممبار بتاع الدوني، ممبار الدوني. بصوا احاول ايه، بصوا هو اللي في الجوانش ده بس الايه اللون الطعام، ما تخافوش هو لون صحي برضو، اللي حابب يحط واللي مش حابب ما يحطش. ما شاء الله عمل لي كميه كبيره اللهم بارك.
بصوا بقى الطبق الصغير اللي قدامي ده انا حاطه فيه بس ايه شويه زيت. ليه بقى؟ باخد منه وايه واصبع السجق على الخله عشان بس ما يفكش مني. هو ما شاء الله ما فكش مني اصلا. بصوا انا كنت بوريكم. بصوا هي اصلا الصينيه كبيره وما شاء الله خدت عدد كبير اهو. احاول. بصوا انا بفرق عشان بس ايه ما تلزقش في بعضها في الفرن. وبرده دهنه الصينيه ايه سنه زيت كده بالفرن شعرايه يعني اهو. خلاص. برضو اللي مش حابب اللون الطعام ما يحطش، مش مشكله، مفيش اي نتيجه، برضو هتطلع يعني طعم السجق زي العسل. بصوا انا بوريهولكم اهو. هعدل صابع الكفته وايه اهو. بس بوريهولكم ازاي ما شاء الله الله اكبر. عمل لي كميه ما شاء الله. وعامله انا كمان ايه صباع الكفته اللي هو كبير مش صغير. خلاص انا هنا دخلت بقى الايه الصينيه في الفرن عشان نتغدى. قلت بقى ايه فاضي عندي طبعا، قلت اعمل ايه طبقين. حتى بعد ما عملت الطبقين لقيت صباع الكفته في الفرن يعني ما كشش معايا. رحت قسمهم ايه على 4 اطباق. صغرت الصباع شويه وقسمته على 4 اطباق. بصوا انا برضو حاطه يعني ايه دي سر الصنعه بقى. معلقه بيكنج باودر او كيك شيف على النص كيلو، معلقه بيكنج باودر او كيك شيف على النص كيلو، وتمن كيلو فول صويا، و4 معالق سجق توابل سجق، ومعلقه فلفل اسمر، يعني معلقتين كده ملح على حسب الرغبه برضو اهو. بصب على الخل اهو. بصوا هوريكم ما شاء الله نص كيلو والله العظيم عمل لي كميه زي العسل اهو. بصوا اصبع برضو كويس ما شاء الله. انتوا اصلا لو جبتوا كيلو هيعمل لكم كميه اللهم بارك، هتنفعكم هتمشيكوا شهر بحاله واكتر من شهر كمان. بصوا انا هنا مش عارفه احط اصلا الصوابع فين ما شاء الله بصوا الصباع ما شاء الله كبير. وكمان ايه ما كشش في الفرن عشان ايه معلقه بيكنج باودر اهو. بصوا هنا بقى ايه هعمل الرز البسمتي. بصوا انا المفروض اصلا بعمل الرز البسمتي ببصلايه وجزرايه مبشوره، بس بصراحه ما كانش عندي متوفر جزر مبشور ولا اصلا متوفر بسم الله الرحمن الرحيم بصل. انا قلت كنت هحط بصل بس حسيت ان الولاد مش هيحبوه، قلت خلاص مش مشكله خليه رز كده. بص بقى التوابل ايه حطيت معلقتين توابل كبسه، بتبقى بقى كاري على كركم على توابل كبسه وكده. وحطيت واحده اللي هو اللومن الناشف ده المجفف واتنين قرفه. خليتهم بسم الله الرحمن الرحيم يتحمروا في معلقتين زيت شويه، وبعد كده ايه غسلت الرز وكنت مصفيه ورميته عليه